ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. معظمنا ده لو ما كانش كلنا بيجي علينا وقت او فترة نقف كده ونقول ايه ده؟ هو احنا ايه اللي حصل لنا ده؟ هو احنا ليه حصل لنا كده؟ هو احنا بقينا مين؟ هو احنا ليه كل ده مرينا بيه وتحولنا بالشكل ده؟ وتقعد تسأل اسئلة انت مش لاقي لها اي اجابات. في الوقت ده بيبقى فيه نوعين من الناس. اول نوع وهو اللي بيفضل واقف عند النقطة دي ويقعد يقول يا رب انا مش عارف اعمل ايه، يا رب هو انا ليه حصل لي كده. وتلاقي ان حياته اتحولت من اسئله وبس، وحتى مش بيدور على اجابات ولا حتى بيحاول يفوق ويغير حياته للاحسن، او حتى على الاقل يتعلم من التجارب اللي هو مر بيها. يعدي بيه العمر ويبدا يندم اكتر واكتر، مش بس على الحاجات اللي حصلت له، لا، يبدا يندم اكتر واكتر ان هو طب مش كنت انا قبل كده اتصرفت احسن؟ مش كنت فوقت بدري عن كده؟ النوع التاني بقى ده، وده اللي المفروض يحصل، وهو ان تلاقي حد لا انا حصل لي كده، هو انا ماليش ذنب في اللي حصل لي. او حتى لو اوقات بيبقى احنا عارفين ان احنا لينا ذنب في النقطة دي، بنتحمل المسؤولية كاملة، بس بنبقى عارفين ان اللي احنا مرينا بيه ده مجرد وقت ويعدي. بس هي العبرة باللي يقوم مش اللي يفضل قاعد في مكانه. الفكرة بتتلخص في كلمة واحدة بس، وهي الوعي. ان انا يكون عندي الوعي بكل اللي انا مريت بيه، بالحاجات اللي ليا ذنب فيها واللي ماليش ذنب فيها، بالحاجات اللي انا اقدر اغيرها، بالحاجات اللي انا اكون فعلا صادقه مع نفسي فيها، وابقى عارفه انا ليه عملت ده او انا ليه ما عملتش ده. لان اوقات كتير احنا بنبقى موقفين نفسنا عند اللاوعي، بالرغم ان احنا عارفين ان احنا لو ركزنا هنشوف ان في حاجات احنا عملناها المفروض ان احنا ما كناش نعملها، او حاجات احنا المفروض نقوم منها بس احنا لا، مختارين انا عايزه افضل في النقطه اللي انا فيها دي، مش عايزه اتحرك خالص، مش عايزه اعمل اي حاجه عشان انا مظلومه، او علشان انا تعبانه، او عشان انا حصل فيا حاجات انا مش عارفه هي حصلت فيا ليه. خلاص، يبقى خليك عارف لو وقفت عند النقطه دي ان انت هتفضل طول حياتك في الحته دي، والناس حواليك بتتعامل وبتتغير وحياتها بتبقى احسن، وانت اللي هتفضل واقف في نفس المكان. لكن لو انت وقفت مع نفسك اللي هي تستاهل كل حاجه حلوه وكل حاجه كويسه، واخدت القرار ان انت هتتعلم من كل اللي مريت بيه، وهتبقى شخص احسن، وهتبقى شخص فعلا بيحقق كل اللي نفسه فيه، صدقني ساعتها هتكون اخدت القرار الصح. وعلى فكرة كلنا مرينا في حياتنا باوقات اتظلمنا فيها، او اوقات تعبنا فيها، او اوقات حصل لنا كده وقفة مع نفسنا وايه ده، هو ليه بيحصل لي كل ده الفترة دي في حياتي؟ واوقات كتير بنكون احنا سبب كبير قوي في اللي حصل لنا، واوقات ما بنكونش سبب. بس هو العبرة باللي يقوم من كل ده، مش العبرة باللي يفضل قاعد مكانه ويقول اصل انا مصدوم، اصل انا حصل فيا كذا ومش عارف اعمل ايه. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.